الحمد لله الذي تجلى بذاته لذاته فأبدع الحقيقة المحمدية، وتجلى بصفاته للحقيقة المحمدية فصور منها البضعة الفاطمية. صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وجلل وقدس عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى بنيها، ما دام حبها يؤنس الأفئدة وذكرها يعطر الأفواه ومدحها يشنف الأسماع. ثم ما بعد، لازلنا في سلسلة الكمالات الفاطمية، وتوقفنا البارحة عند معنى أن الكمال الذي استثناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء الكاملات الفضليات الأربع أنه كمال خاص لا الكمال العام. وهذا يفهم من قرينة ماذا؟ أن كثير الرجال الذين كملوا أنهم ساداتنا الأنبياء والرسل، فالاستثناء الآن يكون بإلحاق هؤلاء في الكمالات بسادات الأنبياء والرسل لا في النبوة والرسالة، وما يحجبهن عن النبوة والرسالة إلا أنه لا نبي قط أنثى تشتبه فقط، كما قال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم عن كفء مولاتنا الزهراء: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ما الذي يحجزه عن النبوة؟ ما الذي يحجبه عن النبوة؟ أنه لا نبي بعد سيدنا رسول الله فقط، لا لنقص فيه حاشا. كذلك الكمالات التي في مولاتنا الزهراء عليها السلام، كونها سيدة نساء العالمين، الآن يفهم منها أنها زاحمت الرجال وليس سائر الرجال. مفهوم كمل من الرجال كثير أن هؤلاء الكمل من الرجال المقصود بهم ساداتنا الأنبياء والرسل. كيف عرفنا ذلك؟ لو كان المقصود بهم الأولياء لكان الاستثناء هنا لا محل له. كيف؟ لو قلنا كمل من الرجال كثير وكان يدخل الأولياء، فنقول كمل من الرجال كثير من الأولياء، أو كمل كثير في الولاية من الرجال إلا مثال ولم يكمل من النساء، ولم يكمل من النساء إلا 4، يعني أن النساء ما فيهم الولاية إلا 4، وهذا ما كان. لا، النساء ممنوعة فيهم الولاية. كيف الاستثناء هذا في النساء؟ من ماذا؟ استثنوا من من؟ هل استثنوا من الأولياء أم استثنوا من الأنبياء؟ من الأنبياء. إذا معنى هذا معنى أنهم زاحموا سادة الأنبياء والرسل في المكانة، في الكمال. نحن نتكلم عن الكمالات، في الكمالات، ولا ندخل في الاصطلاحات. لا نقول زاحموا في النبوة ولا في الرسالة ولا في العصمة، هذه الاصطلاحات التي يعرفها العامة وقد تكون فيها المشاحة. لا نقول الكمال، نقول المقام، الحال، العبودية مع الله سبحانه وتعالى، الصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمم الحديث، حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الكمالات الفاطمية ما بين المظهرية والمحسيدية. نحن الآن نختار بعض المواضيع فقط في الكمالات الفاطمية. لماذا؟ لأن الموضوع العلم واسع، بحر هذا، أن تتكلم عن حقيقتها من كل النواحي. ولكن في الدرس الأول اخترنا الحقيقة الفاطمية من بعد المقدمة والتأصيل له. في الدرس الثاني الإنسان الكاملة. الليلة إن شاء الله الكمالات الفاطمية ما بين المحتدية والمظهرية، أي كأنه إن شئت أن تجعل له عنوانا آخر المحتدية الفاطمية، لا أردنا أن نضيف لها المظهرية. لما تكلمنا في سلسلة المحتدية هذا العام في المولد النبوي الشريف، نسأل الله تعالى القبول، كيف أصلنا لها؟ قلنا أن المحتدية قائمة على أساس المظهرية،
المحتدية المحمدية، أي أصالته في المدد في الإيجاد والإمداد للعالمين قائمة على ماذا؟ على مظهريته لرب العالمين سبحانه وتعالى، مظهريته في الذات والصفات. هذه المظهرية التي هي على مقتضى تحققه صلى الله عليه وآله وسلم بقدم العبودية الكبرى، استلزمت وساطته في ماذا؟ فيما يحتاجه الكون من المدد، ما نسميه بالمظهرية. فصار عندنا المحتدية والمظهرية وجهان لمعنى واحد. خلينا من كلمة عملة هذه لأن ندري ما معناها. فالمظهرية المحتدية لا تقوم من دون المظهرية، والمظهرية لا تقوم من دون المحتدية. فكل مظهر لأعلى هو محتد لأسفل، وكل محتد لأسفل هو مظهر لأعلى. إذا قلت لك الآن ونحن نتكلم عن البضعة، البارحة بنينا الحديث على الكلام يعني على حديث ماذا؟ كمل من الرجال كثير. الليلة نبنيه على حديث فاطمة بضعة مني. البضعة معناها قلنا أن الآن ونحن نتكلم في الكمالات أي أنها فرع منه، قبضة منه من حيث الوراثة. فهذه البضعة الكريمة تدلنا على ماذا؟ على أنها ورثت منه صلى الله عليه وآله وسلم هذا المقام، فصارت مظهرا له من جهة ومحتدا لغيره من جهة أخرى. مظهرا له لأنها بضعة منه صلى الله عليه وآله وسلم، ومحتدا لغيره، وسنبين ما هي المحتدية من جهة أخرى، على الأقل في عالم النساء، على الأقل، أو في الأمة المحمدية. كما قال إمامنا مالك: لا نفضل على بضعة رسول الله أحد من الخلق. أما غيرها من الأمم هي معنية بالأمة الأمية، معنية بالأمة المحمدية، هي وارثته ومظهره في هذه الأمة. الأمم الآخرين لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نتكلم عن الأمة المحمدية. فلئن كانت نسوته الشريفات الطاهرات صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، هي أم الأمهات، هي أم أمهات المؤمنين، هي أم الأمة. نعم، أم الأمة بجميعها، مسلميها ومؤمنيها ومحسنيها. هي أم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، أم أبيها. فإذا قال لنا سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود: وهو أب لهم صلى الله عليه وآله وسلم، أي هو أب المؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين. وكان يناديها بأم أبيها، يعني هي أم أبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأمهات المؤمنين ماذا يقولن لها؟ حنا الواحد كيعود متزوج زوجته شو تقول لأمه؟ تقولها أمي، يعني باعتبار هنا أمها يعني أم زوجها. فالعلاقة مرتبطة بماذا؟ المرأة تدخل الجنة، دعوة الخير التي عندها بابها إلى الجنة زوجها، وزوجها مرتبط بماذا؟ بأمه. أمه هي اللي تعطيه دعوة الخير، فصارت طاعة الزوجة لزوجها لأم زوجها لأجل زوجها، طاعة المرأة لزوجها لأمه يعني لعينه، فلا بد أن تطيعها. لماذا؟ ليرضى عنها زوجها، وإلا إذا هي أساءت لأمه فلن يرضى، وإذا لم يرضى لن تدخل هي الجنة، علاقة تعدي. نعم. فأمنا فاطمة عليها السلام
هذا مفهوم لابد كذلك أن يرسخ. من ألقابها أم أبيها كان يسميها صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا سابقا كم من مرة ونكررها بأنه وما ينطق عن الهوى، أي لفظة كانت منه حتى في المزاح، فما بالك يعني حينما يتكلم سيد العالمين مع سيدة نساء العالمين بلفظة، هل هي مزاح يعني؟ هل هي؟ لا شك أنه مستوى عالي. هذا أعلى مستوى في الكلام، أعلى مستوى في الكلام. شوف، لما مولاتنا عائشة أم المؤمنين تكلمت عن صدق أمنا الزهراء عليه السلام، ماذا قالت؟ ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة غير أبيها. انظر إلى كلمة لهجة، يعني مجرد النطق الذي تنطقه الصادق مباشرة، ليس كلام، عبرت بلهجة. وما ينطق كما قال سبحانه عن الهوى، ولم يقل لم يتكلم ولا ما يتكلم. نعم. وفي فصاحتها وبلاغتها وجزالتها الشيء الكثير. جاءت فاطمة تمشي، تقول أمنا عائشة في الحديث الآخر في الصحيح، جاءت فاطمة تمشي وما تخطئ مشيتها مشية رسول الله، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله. هذه المسألة ما هيش تطبيق للشمائل، نقول احنا تخلق، لا، هذه خلقة مباشرة من دون تكلف. وما أنا من المتكلفين. كي قال بضعة منه معناها أنها النسخة منه صلى الله عليه وسلم، ويزيد يحققها أنه يقول إنها هي أم أبيها. فمعنى هذا الإشارة والدلالة التي فيها هو ينظر صلى الله عليه وسلم هنا إلى المعنى الروحاني لا المعنى الجسماني. سيدي ابن الفارض حينما يقول وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي، يعني قل كيف يعني. الذي عندنا في المشرب المحمدي أن سيدي ابن الفارض هنا يتكلم بلسان الحقيقة المحمدية. خمريات العارفين بالله كما قلنا في سلسلة أصول التصوف، إذا تكلموا بكلام أعلى من مستواهم فإنما هم يتكلمون بلسان الحقيقة المحمدية، كما في قصيدة الشيخ يعني وموسى عصاه من عصاي استمدت، يعني نقول ما يكون ولي هو اللي يمد نبي من الأنبياء، لابد أنه يتكلم بلسان نبيه الذي أمده، وهو حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغلب الحال مرات فيتكلم بذاك اللسان. الآن نرجع إلى هذا المعنى، والشيء بالشيء يذكر. يعني مرات في بعض الأحيان لا نفهم إلا بقاعدة القياس، وذكرنا هذه سابقا، قاعدة القياس في تحقيق ماذا؟ السيرة النبوية الشريفة، في تأويل السيرة. قلنا يوجد 4 حقائق نبني عليها، 4 قواعد، منها قاعدة القياس، نقيس على غيره من الكمل فيما لم يذكر له من كمال صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن إذا أردنا أن نتعرف على فضائل أو قل كمالات ومقامات مولاتنا الزهراء عليه السلام، نضطر ونحاول أن نختار العبارات، نضطر إلى اختيار أو إلى القياس مرات، لا نحببه ولكن نضطر إليه. نقيس بمن؟ بالأقطاب، بالأولياء من الأمة المحمدية. لهذا قلت اضطرارا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا. مقامها ما هو يتقارن بأحفادها أو أبنائها أو يعني بأشبالها من أهل الحضر أبدا. نقول ولكن سمعنا أنها كانت هي التي فتحت باب القطبية، ألا يقال له قطب مثل ما يقال؟ لا، شتان. يقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول، ولكنه هو ممد الأنبياء والرسل، وصف فقط كما قلنا البارحة. فرق كبير ما بين أصل النبوة والرسالة وبينهم من هم فرع عنه فيها، كلهم يسمى نبي. كذلك القطبية فتحتها، لأن لو لم تفتحها لبقيت مغلقة. من الذي يفتحها؟ لابد بضعة منهم. وهنا يظهر سر الوراثة.
المظهرية التي نتكلم عنها. إن شاء الله نستطيع أن نجمل الكلام إن شاء الله. معنى البضعة هنا يريد منه ماذا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ والعلم لله ولرسوله، لا نتألم. والمعنى أن البعد الروحاني يعني الباطن الغيبي لا الظاهر فحسب، فهذا يعلمه كل واحد بأن السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بها، كل أبنائه أبناؤه. حينما يقول فاطمة بضعة مني وأمام الناس جالسين، يعني هذا ما الذي يضيفه كأسلوب خبري؟ يعني لا يضيف شيء، وهو الذي جاء بالتشريع صلى الله عليه وآله وسلم. من المفروض كل شيء يقوله تشريع، يعلمون هذا اجتماعيا أنها ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد أن يضيف معنى في الشريعة وفي الطريقة في الحقيقة تقوم على عدة معاني. أن الوراثة إذا كنتم تنظرون إلي على أنني نور سراج منير، سأعطيكم بضعة مني تضيء لكم من بعدي، أو منها يفتح باب في الوراثة لا أقول لا يستطيع أن يفتحه، ولا أقول لا يمكن أن يفتحه، ولكن يتنزه أن يتنزل إلى هذا المستوى ويفتحها صلى الله عليه وسلم، وهو باب الولاية. فتح باب النبوة، ختم باب الرسالة، الآن بقيت الولاية، لأنها من بعده ستسري في الأمة المحمدية. الولاية لابد أن تكون أي قدم في الحضرة لابد كما يقول ساداتنا يقتف فيه أثر القدم المحمدي. إذا لم يجدوا أثر قدم سيدنا رسول الله لا يدخلوا هذا الباب، لن يسلكوا هذا الطريق أبدا. الآن الولاية هي من حضرته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ترتيبها كما ذكرنا سابقا أن عندنا الرسالة، النبوة، الولاية مقابلة للعبودية على مدرسة سيد ابن عربي قدس الله سره. المدرسة التي نتماشى معها العبودية، نخرج شوي من الاصطلاح اللي فيه إشكال، سماها مولانا سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، نسميها العبودية. الآن نضطر أن نعبر بعبارة السيد ابن عربي. كيف؟ الولاية هي خصوصية وعمومية في نفس الوقت، هي سحة حضرة خصوصية وعمومية. كيف خصوصية؟ عندنا الرسالة، ثم النبوة أخص، ثم الولاية المحمدية أخص. إذا نسبت إلى ذاته ماذا؟ أخص. أما إذا نسبت إلى الصفة ستكون أعم، ستكون أعم. كيف يعني؟ كما قلنا الفرق ما بين الرسول والرسالة، كل رسول أفضل من كل نبي، ولكن النبوة كنبوة أفضل من الرسالة كرسالة. الآن في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعكس. الولي كنسبة الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل وأخص من الولاية كولاية عمومية يريد أن تبقى في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النسب حينما تنسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم يصل لها معنى آخر. فقفل باب الرسالة وقفل باب النبوة، أي نسخها أو قل ختمها صلى الله عليه وسلم. وهل ختم باب الولاية؟ لا، تبقى في أمته. ولكن إذا كانت الولاية هي أعلى، الولاية الولي النبي من الأنبياء بوصفه ولي أعلى من وصفه نبي، وأعلى من وصفه رسول، وعبر عليها بالعبودية عشان ما تقعش في إشكال، يعني عبر عليها بالعبودية. فباب العبودية إذن يبقى مفتوح مع الله سبحانه وتعالى. المقصود بالولاية هنا هي الفتح، القربة الخاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما جاء سادة الأنبياء والرسل إلا ليفتحوا لنا باب القربة مع الله سبحانه وتعالى. كيف يغلقوه عنا؟ يعني لابد يبقى هذا الباب مفتوح، ويبقى هناك نواب عنهم إلى أن تقوم الساعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون.
حينما نقول هؤلاء أنبياء الرسل ثم أنبياء ثم أولياء في حالتهم الخاصة، نقصد بهم ولايتهم هم، أي عبوديتهم الخاصة في بابها الخاص، لا أنهم يشاركون الأولياء في الولاية كولاية، لا، كل وقدمه. وهذا معنى يعني من الأشياء التي بدعوا عنها سيدي ابن عربي ولم يفهموه. إذا الناس ما فهمت سيدي ابن عربي ما بيفهموني أنا. لهذا أخرج من هذا المضمار أحسن من أن نقع في إشكال. فالولاية ستبقى في الأمة المحمدية، وستبقى لنا الولاية المحمدية. عندنا النبوة المحمدية، خاتمة النبوات، بحر النبوات، محتد النبوات، أفضل النبوات، ناسخة للنبوات، الرسالة المحمدية كذلك، الولاية المحمدية كذلك. كل الولايات التي كانت في الأمم السابقة ستختم هذه الولاية المحمدية. ولكن لابد أن اللي يفتحها هو اللي يختمها، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن يتنزه أن يظهر صلى الله عليه وسلم، أن يبقى مع بعد الرسالة والنبوة، الرسالة والنبوة يبقى ليؤدي دور الولاية، فيطول به البقاء في الدنيا فأدى الرسالة والنبوة وترك الولاية يؤديها البضعة منه عليه السلام. ومثل هذا الدور، هذا تمثل في مولاتنا الزهراء وفي سيدنا علي كذلك الكرام. اللهم من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده، علي ولي كل مؤمن بعدي، جعلت ذرية كل نبي في صلبي وجعلت ذريتي في صلب علي. فالسر الذي تركه سيدنا صلى الله عليه وسلم، سر الولاية، تحمله عنه اثنان. مولاتنا الزهراء من ناحية من حيثية، وسيدنا الإمام علي من حيثية، فاجتمعت الكفاءتان ليحمل عنه صلى الله عليه وآله وسلم الكمال المحمدي لثقله لعظامه، تحمله عنه من؟ سيدنا الإمام علي عليه السلام ومولاتنا الزهراء. أننا نتكلم الآن عن الصفة الخاصة، تبقى الصفة العامة لا ننقص أحدا قدره أبدا، حاشا ولله أبدا، ولكن نتكلم هنا عن الصفة الخاصة. فهذه الدورة الخاصة قلنا بدأت بهم، فحملتها مولاتنا الزهراء من بعده ومعها سيدنا الإمام علي عليه السلام. كيفية الحمل لو نعلم نحن كيف تحملوا لكنا قاربناهم في المقام ولا عرفنا. لا يشرف على المقام إلا من حل فيه أو جازه، ما يعبر عن المقام إلا من حل في ذاك المقام أو فات عليه. ونحن اللي شاف نعبر فقط تعابير عن بعد، كل اللي شاف القمر من بعيد وبدا يوصف فيه، ولكن شتان بين وصف القمر عن بعد وبين يعني تحليل أرضيته والأمور الفلكية، أبدا شتان. هذه الوراثة يا سادة من أسرار المظهرية الفاطمية لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت معنى الفتوة، معنى الولاية القطبية الصديقية الكبرى، مقام القربة، على قول سيد ابن عربي في مدرسته عنده أنه بين الصديقية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ثم والشهداء والصالحين. هذو الصديقين اللي جاءوا قبل الشهداء والصالحين هذه رتبة عالية اللي فيها ساداتنا أهل الكساء وساداتنا الخلفاء وهكذا، اللي نقول احنا رتبة الأقطاب يعني، وما دونهم الله ورسوله أعلم. نتوقف هنا يعني ما دون الأقطاب يعني رتبة، هل يدخل في الصديقية ولا لا؟ الله ورسوله أعلم، الأمر لله، لا ندري نحن كيف يعني يرتب مولانا سبحانه وتعالى، ولكن نتكلم على قدر حد يعني معرفتنا. قال سيد ابن عربي يوجد مقام ما بين الصديقية والنبوة، ولكن لم يسلم له البعض في هذا رضي الله عنه، قالوا لو كان كائن لكان قال لنا عليه مولانا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبدأ كلامه. ولكن إن كان هذا المقام نكون منصفين، نتماشى مع مدرسة التصوف ككل يعني.
إن كان موجود هذا المقام فهي الأولى به عليها السلام. هو أخذهم لا شك من آية المقربين، يعني في سورة الواقعة، أنه يعني هذا مقام المقربين لا يصل إلى مستوى النبوة ولا هو مع الصديقين في كل مزاياه. يعني هو ما وصل المقام أن يقال له أنه نبي. فنستطيع أن نقول هؤلاء الأربعة الذين استثناهم سيدنا رسول الله من النسوة أنهم مقربات، يعني لا هم من الصديقين العامة، ولو كانوا كائنين لكان صديقين كثير، حتى ممكن من النساء يوجد صديقات. أمهات المؤمنين كلهن صديقات عليهن الرضوان والسلام، لا يماري في هذا إلا والعياذ بالله يعني ممسوس في دينه. لعل أمهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن في أجداده، بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الزهراء عليه السلام كلهن صديقات، وقس عليه. ساداتنا الصحابيات الطاهرات الجليلات صديقات، ولكن لابد يعني أن نسلم سيد ابن عربي هنا أن يوجد يعني صديقية فوق الصديقية، صديقية خاصة هنا، وتكون معناها هنا القربة التي قال عنها. ومثل هذا يقال في مقام سيدنا الإمام علي عليه السلام. ما الميزة التي جعلته يعسوب المؤمنين، ملك النحل أو ملكة النحل يعسوبية؟ ما الميزة التي جعلته؟ سيدي عبد الله بن عباس يقول أيما سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فعلي أميرها. يعني هو أمير المؤمنين ليس لحقبة معينة ولا لا، كل مؤمن هو وليه. علي ولي كل مؤمن بعده، من كنت مولاه فعلي مولاه. معنى أن حق على كل مؤمن أن يقول لسيدنا الإمام علي مولاي، مصداقا للحديث النبوي الشريف. ولمولاتنا الزهراء مولاتي. مولاة هذه من عند الشارع الحكيم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذه المظهرية يا سادة، حينما نرجع إلى الحديث بضعة مني، هي الولاية أو القربة أو الصديقية التي عند الزهرة بضعة من النبوة المحمدية صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا وجدنا في بعض الأحاديث أن لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وأن حامل القرآن الكريم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. ولا إشكال في هذا الحديث، لا حد قال بأنها علاش زحم من الأمن سيدنا رسول الله في نبوته. يعني لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعتبر هو نور النبوة المحمدية، فالنبوة هي القرآن والقرآن هو النبوة، لا تستطيع أن تفصلهما أبدا. افصل النبوة عن القرآن الكريم لا تستطيع. فنبوة سيدنا رسول الله قوامها القرآن الكريم. افصل القرآن الكريم عن النبوة لن يكون قرآنا، حروف مجردة. الدليل على ذلك اقرأ القرآن الكريم من دون اتباع النبوة، أي من دون وضوء، ماذا سيكون؟ لعنة عليك. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قد يكون سحر، قد يكون ظلماني، رجل جهة ظلمانية. إذن لا بد من النبوة المحمدية. على هذا المعنى نقول فبضعة منه هي بضعة من النبوة المحمدية. إذا رجعنا إلى معادلة الكفء، كافية الكفء كما قلنا في بعض المقالات، هي كافية، هي اللي كفات الكفء. من هو الكفء؟ هو سيدنا الإمام علي عليه السلام. قلنا أن كل كمال أو مقام أو حال في سيدنا الإمام علي عليه السلام ينطبق على مولاتنا الزهراء طبق الأصل. لماذا؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو أدرى بالمقامات وبالأحوال، وهو الذي أعطاهم إياها، هم ورثوها منه، قال لنا أنه كفء لها، وأنهما باتحادهما حمل سر سيدنا رسول الله، حمل هذه الوراثة. أي كمال فيه ينطبق عليها. إذن أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. هذا كذلك ينطبق على مولاتنا الزهراء عليه السلام. هي منه
بمنزلة مريم من عيسى، إلا أنه لا نبي بعده، إلا أن السيدة مريم ليست نبية، فالسيدة فاطمة ليست نبية عليه السلام. إذن البضع يتكلم عن معنى أعمق. إذن أم أبيها ما نبقاوش على المعنى الظاهر كما في بضعة كذلك، فتبقى تقول لي أم أبيها يعني هي أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معلوم هي أمه السيدة آمنة عليها السلام، ولكن يقصد ما في الأمومة من معنى، الأمومة وليس الأم، في الأمومة من معنى، وحينما ربطها به افهم أنت يعني. فما تحتاجه، ما يحتاجه حاشاه صلى الله عليه وسلم من الحاجة من الأمومة فيها، فجعلها كأنها أصل له في حديث، وجعلها كأنها فرع لها في حديث. منا بضعة مني ومنا كأنه يقول أنا بضعة منها، وحاشا صلى الله عليه وسلم، هي أم أبيها سماها. ولكن الإشارة حينما يقول أنا من حسين وحسين مني، أنا من حسين، حسين مني مفهومة، وأنا من حسين كيف؟ قال بعض العارفين بالله أنه يشير إلى ماذا؟ أنا من حسين، حسين مني معناها حسين ظهر مني في عالم الأشباح، وأنا سأظهر من حسين في عالم الأرواح، سيتجلى سري في ذرية الحسين، هذا معناه. إذن فأم أبيها هنا يا سادة معناه أنه ستتجلى أنوار أبيها، سأولد من جديد من خلالها، سأولد أنوار وأسرار من خلالها. فكل ولد لمولاتنا الزهراء كأنه يظهر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يريد أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشا أن نتألى على الله من معانيها، يعني لا نحصر المعاني. هذا على قول بعض العارفين بالله. إذن فالمظهرية هنا يا سادة الكبرى لمولاتنا الزهراء في ماذا؟ في وراثة الولاية المحمدية. ركز لي مع هذا التخصيص أو هذه النسبة، الولاية المحمدية، لا تفصيلها. لماذا؟ لئلا نقع في إشكالين. الأولى إذا قلنا الولاية على عمومها فلربما يفهم البعض بأن الولاية حتى الولايات في الأقدام الأخر، يعني أو الأمم الأخر، فنحن ولاية محمدية، فعندنا الولاية في الملل الأخرى موجودة، ولكن هذه إذا كانت السيدة مريم صاحبة الصديقية العيسوية أو الإسرائيلية، فهذه صاحبة الصديقية المحمدية. لهذا لما يقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم 4 نسوة سيدات عالمهن، فذكرهن، فلما أتى إلى مولاتنا الزهراء في آخرهن قال وفاطمة سيدة نساء عالمها وهي خيرهن عالما، هي خيرهن عالما، فكأنها خاتمة النساء الفاضلات، لأن كلهم جاء من قبلها. السيدة مريم أولا السيدة آسيا، ثم السيدة مريم، ثم السيدة خديجة، وآخرهن من؟ مولاتنا الزهراء عليه السلام، فورثت الخاتمية من حضرة سيدنا رسول الله، فكانت خاتم كما قلنا في قول سيدي علي وفى سيدنا علي بأنه خاتم الخلفاء الراشدين، لهذا كان في الأخير، فتأخره ليس لقصار منه في المقام، حاشا لله. كذلكم هي تأخرت لتختم هذا الباب، ولا ندري ما السر هذا الباب، يعني الله ورسوله أعلم به. إذن وراثتها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملها للولاية المحمدية، قلنا أنها محمدية من حيث الأمة، ثانيا محمدية من حيث المقام، من حيث المقام، لأن الولاية حتى عندنا نحن في الأمة المحمدية أخذت النسب كذلك، فكل ولي على قدم نبي،
فقد يكون من الأمة المحمدية ولي على قدم سيدنا عيسى، ولي على قدم سيدنا موسى، فيقال هذا صاحب المقام الموسوي أو المقام العيسوي، ليس الدين، المقام. ولكنها هي صاحبة الولاية المحمدية. لما تكلم الشيخ سيد عبد القادر قدس الله سره عن هذا المعنى قال: كل ولي على قدم نبي وأنا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم بدر الكمال. فقال ساداتنا بأن القطب الغوث الجامع لابد أن يكون صاحب مقام محمدي، ليكون جامع لكل الولايات في ذاك الزمان. فهي فتحت الولاية المحمدية من معنيها. الولاية المحمدية في الأمة المحمدية، الولاية المحمدية في المشرب المحمدي، في المقام المحمدي التي هي القطبية أو الغوثية. فلهذا كل من جاء بعدها، الآن نأتي إلى ماذا؟ للمحتدية. كنا نتكلم عن المظهرية، اعكس فقط ستجدها، لا نريد أن نفصل. كل من جاء بعدها في الأمة المحمدية، كل من نال الصديقية، القطبية، الولاية العامة، كل مؤمن، وعلي ولي كل مؤمن، كل للشمول، كلهم داخلين تحت فضل هذا البيت النبوي الشريف. الكل. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. قس على كل الأحاديث التي كنا نسمعها وظنيناها أنها أحاديث رمزية، لا، الآن يصير عندها معنى. يقول: ما علاقة الولاية والقطبية بعموم المؤمنين؟ يقول: لا، علاقة كبيرة جدا. سبق وأن ذكرنا أن مهمة الأولياء الكبرى هي الهداية، هي الدلالة على الله بلسان الحال سبحانه وتعالى، وليس مجرد الكلام. فرب مشهور ببركة مستور مغمور. لا تظن أن يعني كلماتنا ووعظنا هذا هو لا يهدي في الناس. لا، الناس راهم حاضرين 10 ولا 20 والملايير راهم مريحة في ديارها. ولكن من الذي يهديهم؟ يهديهم الله سبحانه بنبوة سيدنا رسول الله التي لا زالت سارية. الآن تظهر وسائط أخرى، مرايا في انعكاس أنوار سيدنا رسول الله. هؤلاء أصحاب القلوب الذين يتلقون عنه هم الهداة الحقيقيين. أما الوعاظ هذو آلات فقط. فلربما يكون ولي من الأولياء مجذوب ملحال في قرية، مولانا حافظ به ذيك القرية ويهديهم به: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وفقرائكم. ساداتنا يشيرون إلى هذا الضعفاء والفقراء أنهم الأولياء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. نعم. وربما صاحب ذيك القرية الواعظ الكبير التي فيها هذا الشخص وهابي محترق متوقد ينكر على الأولياء، وكل الدلالات التي يقولها والناس التي تسمع لكلامه وتتقي بسبب وعظه ببركة ذاك المستور. آلا فقط. ربما شوف لما نزل قوله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يقول ابن جرير الطبري في تفسيره بروايته هو بسنده، وكذلك في عدة روايات ذكرناها في الأربعين العلوية، يقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم: أنا المنذر وأنت الهادي. يقول سيدنا علي: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كأنه يقول الإشارة التي فيها العموم الهداية، عموم النذارة لي، ثم يبقى من بعد وراث. كيف قال لسيدنا الإمام علي عليه السلام خصص به الآية مع أنها ممكن عندها شمولية وعندها عموم؟ نرجع إلى قول سيدنا عبد الله بن عباس: أي آية فيها الذين آمنوا؟ سيدنا علي أميرها. لم يقل هو صاحبها فقط، قال أميرها، والأمير عنده جيش. الأمير مش وحده يقاتل، هو يعسوب المؤمنين، وتبقى الخلية فيها كم من نحلة. ما عندنا الحصر أو الإلغاء أبدا، ولكن عندنا التخصيص. علي أميرها. كذلك الهداية هذه هو بابها، باب الهداية فتح بالهداية الحقيقية التي هي من منطلق الولاية والوراثة. نعم. ثم تختم بالإمام المهدي عليه السلام. الهداية التي ابتدأت بعلي الهادي وتختم بالإمام المهدي. هذا هو البيت المحمدي الذي نريده. هذه الوراثة التي يشير إليها سيدنا رسول الله كثير في الأحاديث.
بأنهم يعني أهل البيت من بعده. فلربما تجد أهل البيت في بعض الأزمنة والأمكنة أميين، ولكن الروح لا تدري سرها، مجرد وجوده. كما قلنا قد تجد الرجل مجذوب لا علاقة له بالعلم أصلا، فلربما لا يأتي مرفوع عليه القلم لا يصلي قاع، مجذوب، ولكن ببركته يصنع ما يشاء. فما بالك بوجود أهل البيت، هم ذكار للبلاد في كل زمان ومكان. فما بالك بساداتنا أهل الكسال الذين هم الأصل في هذا المقام. إذن فروح مولاتنا الزهراء عليها السلام لا زالت سارية. يا أم الأقطاب الذين تألقوا لا زال يرفل في يديك اللواء، لا زال يرفل في يديك اللواء. مدام هؤلاء الأقطاب الذين حملوا راية التصوف ومقام الإحسان وراثة محمدية، الأشبال المحمديين كما قلنا في بعض الدروس، هؤلاء من وراءهم؟ فكل الخير الذي عندهم والذي فيهم هو ببركتها عليها السلام. بركة يا فاطمة، إن جبريل أخبرني أنك أبرك النساء. شوف، أبرك النساء. هذه البركة يعني ظهرت وتجلت في قوله سبحانه إن أعطيناك الكوثر. الكوثر باعتبار الكثير يعني من حيث الحس، والثقل من حيث المعنى. تركت فيكم الثقلين. الثقل هو الشيء النفيس كما يقول ساداتنا، القرآن النفيس، أهل البيت يعني هكذا النفاسة. الكوثر تحس كأنها في الكم، فالثقل في النوع والكوثر في الكم اجتمع في هذا البطن الشريف وهذا الصلب الطاهر، ومنه تناسلت هذه الدرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من مواليهم إن شاء الله ومواليهم إن شاء الله، لننال من بركاتهم وأسرارهم وفيوضاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدنا يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدنا يا نبي الله، الصلاة والسلام سيدنا يا رسول الله، وعليك صلى الله عليك وعلى لك والرضا نصحى بك يا خير من اختاره الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله يتقبل نسيان، سامحونا على الإطالة.